الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المتابعين متابعي كرة القدم في كل مكان أينما كنتم وأينما أنتم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. طابت أوقاتكم بكل الخير. بسم الله دائما وأبدا تحل البركة، وبسم الله يأتي الخير، وبسم الله وعلى بركة الله انطلقت صافرات البداية بين منوف من هنا وكتيبة عثماسون في مباراة يعني مهمة للغاية لكلا الفريقين. عثماسون النهارده اللي بيخش اقول لك يعني مش هقول لك اكتر من كده. بكلمها يا كابتن. كابتن الكاميرا بتصور يا حاجة. كابتن اسلام السيد واللاعب رقم 7 كله بيدور بقى بيقول يا رب هدف التعادل على طول. ميستك يلا يا ميستك الطويله يا ميستك. ميستك بيلعب الطويله في الامام. تعدي بقى يلا يا سيدي عادي. اضغط يا راجل. فين الضغط هنا؟ لكن على طول الدفاعات بيتفرج على ميله. مره ثانيه حاطط رجله ولسه الكوره. يلا يا عمار. عمار يلعبها قصيره يا عمار. على طول كالوشا انفراد. كالوشا انفراد والهدف الثاني. كالوشا انفراد والهدف الثاني. خلص الحكايه. كالوشا عدى ومرر للملاح اللي بيسجل الهدف الثاني او صاحب القميص رقم 19 بقى دفاعات بيتفرج على ميله. مرة تانية حاطط رجله ولسه الكورة. يلا يا عمار. عمار يلعبها قصيرة يا عمار. على طول كالوشا انفراد والهدف الثاني. كالوشا انفراد والهدف الثاني. خلص الحكاية. كالوشا عدى ومرر للملاح اللي بيسجل الهدف. مين اللي سجل الهدف الثاني لفريق؟ عظيمة بيسجل الهدف الثاني. يعني كده مباراة صعبة جدا. وصافرة حكم اللقاء بنهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة بفوز عثماسون بهدفين مقابل لا شيء.